سيد طاهر بوجوالة رئيس الجامعة الملكية المغربية للريغبي، واش ممكن تحدث لنا على البطولة المغربية اللي غادي تشهدها مدينة وجدة للريغبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فعلا أولا كنشكركم على تغطية الحدث لأنه مهم جدا. الآن الإعلام كيلعب واحد الدور كبير في الرياضة، وتنشكرك سي ربيع لأنه أنت كتهتم كذلك بجميع الميادين. عندك الميادين ديالك فيها بزاف ديال، وهذا المنبر الإعلامي تنهنيك ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله. اللي بغيت نقول لك هذه التظاهرة إن شاء الله هي النسخة الثانية منها اللي غادي تجي بمدينة وجدة. الأولى كانت بالجزائر بوهران، الثانية راها غادي في وجدة إن شاء الله تكون، وهي بمثابة عرس رياضي اللي إن شاء الله غادي تكون كل شيء غادي يكون في المستوى، لا المستوى التقني ديال المباريات ولا الاهتمام كذلك بالوجادة برياضة الرياضة. فعلا هذا الحدث هو عرس علاقة أخوية ما بين الجزائر وتونس والمغرب في هذا الإطار ديال رياضة الريغبي. وفعلا رحنا درنا جميع الاستعدادات اللي اولا الاستقبالات بالوفود اللي حاضره عندنا، وهي الضيوف ديالنا معززه مكرمه ان شاء الله باذن الله بمدينه وجده. ثانيا جميع الظروف تهيئت للفريق الوطني باش يكون ان شاء الله يوم الاحد اول مقابله يكون في المستوى اللي راح نتمناوه، وان شاء الله غادي يكونوا في المستوى. والمقابلات غادي تكون جد مهمه وغادي يكون المستوى عالي، لان لا المغرب ولا الجزائر ولا تونس جابوا اجود اللاعبين ديالهم اللي كيشاركوا ويتمارسوا في البطوله الاوروبيه. وانا كنظن الجمهور غادي يجي وغادي يتمتع، لانه غادي يكون المستوى التقني رائع جدا، وغادي يشوفوا واحد المقابلات ديال الريغبي اللي من المستوى الرفيع. ونتمنى ان شاء الله باش يوفقنا في هذه النسخه الثانيه كذلك ويحصل المغرب على البطوله ديالها ان شاء الله.